السلام عليكم. في الفيديو اللي فات قلت لكم اني باش نعمل فيديو على ميركاتو الافريقي. دونك اليوم جينا باش نعملوا فيديو على ميركاتو الافريقي. قبل كل شيء ما تنسيوش اللايك والابوني وفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وتوا خلينا نبدو في الفيديو نتاعنا. الجوار الاول اللي معانا هو محمد دراجر. بعد برشا كلام دار على دراجر انه باش ينتقل للكلوب، للاسف الصفقه تتراجع بسبب خلاف مالي ما بين النادي واللاعب. دراجر طالب 20,000 يورو شهريا، لكن النادي الافريقي عرض عليه 10,000 كاهو. صفقه بعد ما كانت 90% من ترانسفير ماركت تتراجع وتولي 80%. اللاعب خارج حسابات ناديه انترخت الالماني بالرغم انه يلعب في البوندسليغا الثانيه. توا خلينا نتعدوا للجوار اللي بعده. أيمن الحارسي لاعب نادي المونستير ينتقل للنادي الافريقي ب100,000 دينار. أيمن لعب في البطولة 12 مباراة، مركزه زبونت وصنع 4. جوار يلعب جناح أيمن وإلا أيسر، قيمته التسويقية 700,000 يورو، ومن وجهة النظر متاعي باش تكون صفقة رابحة النادي الافريقي. عصام الجبالي بما انه عقده مع النادي الياباني جروب يوفا، النادي الافريقي حط عينيه على اللاعب بنسبة كبيرة برشا باش يبعث له كلاعب حر. الجبالي لاعب 29 بارتي في الدوري الياباني، ماركي 7 بونت وصنع 5، ولعب في الشامبيونز ليج 2 5 مباريات وماركي هدف. عقد اللاعب يوفى في 31 ديسمبر 2025. فما مصادر تقول انه حتى ليتوال تحب على اللاعب، لكن بنسبة كبيرة باش يمشي للافريقي. اللاعب اللي بعده واللي هو علي يوسف. بعد تألق كبير في البطولة، الاتحاد الليبي يبعث صفقة للنادي الافريقي بقيمة $1,000,000. علي يوسف مصرح انه موافق في حالة ما يجيش عرض اوروبي، وبالنسبة للنادي موافق لانه عقد اللاعب منزله 6 شهور ويوفى. فهد المسميري كيف وصلوا عرض من نادي الاتحاد الليبي، لكن سعر الصفقة حاليا ما نعرفوش قديه. وهكا نكون وصلنا لاخر المقطع. ما تنسيوش اللايك والابونيه، وتوا نخليكم.